أبو حنيفة أما عرفت طبعا هو مذهبه إيه. لما أبو حنيفة طبعا أجاز بأن يجوز الولد أن ينكح أمه بشرط أن يضع على إحليله قماش. تاني كده؟ لا انا هقول لحضرتك بقى. هو بص هنا دلس. هقول لحضرتك ما دلستش. لا ثواني بس ثواني. ما دلستش. اول حاجه بص هو يعني عفوا حضرتك المشكله بيدخل في مسائل فقهيه والله هو مش قدها. لا والله قدها. بس انت بص النكاح بشبهه. ازاي النكاح بشبهه؟ هقول لحضرتك دلوقتي واحد اعمى انا لو سمحت اديله بس تصور عليه. هو ده تحت باب ايه؟ النكاح بشبهه ولا لا؟ المسألة ده تحت باب ايه؟ النكاح بشبهه ولا لا؟ شبهه يضع على إحليله قماش. اسمع شبهه يضع على إحليله قماش. اسمع. طب سيبه جاوب. ايه الشبهه دي؟ انت سالت هو بقى يزيل هذه الشبهه. والله كان زي والله ما كملتش. هل معنى ذلك الابن ينكح امه؟ اقسم بالله لو سمع الموضوع ده وقراه في مركز الشيعة والله العظيم ما طيب هنتكلم. ولكن انا هكلمك برضه عشان المشاهد. انا مش موضوعي النهارده. مش موضوعي النهارده تحديدا زواج المتعه قدر ما انا بتكلم عن المجتمع. يعني ايه النكاح بشبهه؟ بس الكلام اللي هو النكاح بشبهه يعني انا دلوقتي واحد اعمى جاي يقع على امراته فوقع على غيرها، خلاص كده. فمنهم من هنا لا يقام عليه حد. لو سمحت هنا دي بتدخل ايه؟ بتدخل لا هي بيطرح على فكره ما بتحصلش. هو بيطرح صور بيطرح صور وبعد لو سمحت صورة حاجه الابن بيضربيه يعني. ايوه بيطرح. يعني هو لكن هو يعني انا بقول لك حاجه. لو راح واحد قال له انا رحت وحطيت عليها زي ما هو الاحليل ونكحت امراه، هل كده؟ لا هو المسألة ولكن هي المسألة بين الابن والام. هي فتوى. لا انا برد على الاستاذ المذيع. دي رأيي. انا برد. هو لا عفوا ده افتراض. ابو حنيفه بيطرح مسائل. انا برد على وبعد حضرتك في كده مسألة حط ان لها لو ولد قواعد وبنت وحط لها سمعوا امور الموضوع فقهيه. ده. كل دي تحلق في ايه؟ من خلال الفقه. طيب مش من خلال كلام. الولد اللي سمعوكم احنا لسه اهو بقى. بكره. طيب ما انا بقول لحضرتك اهو نفس انا بردت على حضرتك لا نفس الموضوع. انا عايز المجتمع. انا عايز اقول لحضرتك حاجه. شايف ده ممكن يكون واقع ايه؟ بص محمود الان على الشارع.